مرحبا بكم. بئر برهوت أسطورة نايمة في البر الموحش المترامي لوادي برهوت في اليمن. قيل هي أبغض البقاع إلى الله، ومنها سيكون دمار الأرض، وفيها شر ماء على وجه الأرض. قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. وادي برهوت بفتح الباء والراء وضم الهاء، وهو واد قفر يقع في منطقة فيغوت مديرية شحن محافظة المهرة، وفيه فتحة كبيرة يصل اتساعها إلى أكثر من 100 متر مربع، وتهوى إلى القاع المظلم لأكثر من 250 متر، فهي كالبئر ولكنها ليست من صنع البشر. ولذا فإن البعض يحكي أن الجن هم من حفروها لأحد ملوك البراهيت الحمريين، والذين حكموا المنطقة في زمن غابر ليخفي فيها كنوزا، وآخرون يرون أنها حفرت لتكون سجنا محكما لمردة الجن والذين خرجوا عن السيطرة. ويحكي أهل المنطقة أنه في زمن مضى مرت على الناس فترة جفاف وجدب، فأدلوا برجل لينزل ويأتيهم بالماء من البئر، وحين صار في منتصف الهوى صاح بهم برعب أن يرفعوه، وحين رفعوه لم يجدوا غير نصف جثته فقط. كما يحكون عن راعية غنم تركت طفلها هناك فاختفى في غمضة عين. وبعيدا عن الأساطير التي تحكي عن تلك البئر، فإن الحقائق أكثر إفزاعا مما قد تتخيلوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بواد يقال له برهوت، ماؤها أسود منتن. ويحكى أن هذه البئر العميقة تصدر منها روائح كريهة وتتصاعد أدخنة سامة في بعض الأوقات. وهناك مقولات تؤكد أن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة استعان بالجن في حفر هذه البئر من أجل إخفاء كنوزه، وعندما مات الملك استوطن أتباعه من الجن البئر، ولهذا السبب أطلق عليها برهوت، حيث أن اسم برهوت في اللغة الحميرية القديمة معناه أرض الجن أو مدينة الجن. وبين دراسة لأحد الباحثين اليمنيين ناقش خلالها الأساطير المتداولة عن البئر منذ زمن سحيق، حيث تكلم أهل العلم قديما عن البئر وأفاضوا كثيرا. وتضمنت الدراسة ما نسج حول البئر من أساطير وحكايات، حيث وصف بأنه بئر عميق لا قعر له، وأبطالها من الجان ومردة الشياطين. وقيل أن امرأة كانت ترعى الأغنام وضعت وليدها على مقربة من البئر فاختفى فجأة، بينما أشارت أقاويل أخرى إلى أن فتحة البئر سيخرج منها يوم القيامة المعذبون في الآخرة. وتقع بئر برهوت العجيبة والغريبة، أو بئر قعر جهنم، أو البئر السوداء، في محافظة المهرة باليمن، ويصل عمقها لأكثر من 250 متر، ولا ترى إلا عندما تكون أشعة الشمس متعامدة تماما عليها، وكذلك تسكنها الحيات والأفاعي الكبيرة النادرة. إلا أننا سرعان ما تنبهنا أننا أمام ظاهرة حقيقية وطبيعية موجودة في منطقة قاحلة لا ماء فيها ولا خضرة، وعلى الرغم من أننا سمعنا هدير الماء المتدفق وكأنه شلال في باطن هذه الصحراء. كما أكد باحثون أن هناك أحاديث نبوية شريفة عن هذا البئر، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر برهوت أن فيها أرواح الكفار والمنافقين. هي بئر عادية قديمة وعميقة في فلات عميقة في واد مظلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها قال: أبعد البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت، فيه بئر ماؤها أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار. ولا تزال هذه البئر سرا من أسرار الطبيعة، ويتساءل كثيرون متى سيكشف الستار عن حقيقتها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.